ميكروفون كهرية مستر عبد النور شيخ حسن عبد النور شيخ حسن سودو قام فرنكو سودو وشيخين يرى ما أنت نحنوس جدنا يا خطبات اسمي عبد النور شيخ حسن محمود أقدم إلى الطلبة والأساتذة والضيوف الكرام والمتفرجين أعلى التحيات وأرقاها تحية كالقمر وحوله النجوم وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية الميمونة عندي موضع لافت النظر وهو موضوع عن ذم عقوق الوالدين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسل ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا اليوم أريد أن أقدم إليكم موضوع يدور حول حقوق الوالدين. لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتى جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أبويه فمات فدخل النار فبعد الله قل آمين. فقلت آمين. رواه الطبراني. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالده ومدمن الخمر والمنان عضاءه. رواه النسائي. وقال الألباني حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث يقرأ الخبيث في أهله. رواه أحمد. وقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مستر حسن سودو مستر حسن سامي مورال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمي حسن محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. نتكلمنا في بر الوالدين. وبر الوالدين من كلام الإيمان وأفضل العبادات وأجل الطاعات. فمن فضائل بر الوالدين من كتاب الله ما يأتي أن الله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين قرين التوحيد في أكثر من آية. فمنها قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Thank you Hassan. Thank you. هدون هورين كسانا قف كلامات أو كساعة فصل كشانات هدون ويرنا ودقة معلن أما مسز دقة معلن سودوية دقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمي دقة معلن عبد مؤمن. قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرني أن أقوم أمامكم في هذه اليوم مباركة وأجري كلمة وكذلك يدعوني إلى الابتهاج أن أرى نفسي متكلمة هذه اللغة التي هي أفضل اللغات وبعد هذه التوضيح أريد أن أتكلم أمام المديرين والمدرسين والتلاميذ إناثا وذكورا. هذا يوم أني أريد أن أتكلم موضوعا عن ذم حقوق الوالدين. ما هو حقوق الوالدين؟ حقوق الوالدين من نقى بمعنى قضاء، وحقوق الوالدين كل قول أو فعل أو إشارة يتهادى به الوالدين من أولادهما كضربهما أو شتمهما أو نهرهما أو رفع الصوت عليهما أو تعفف منهما أو عبوس في وجههما أو عدم القيام بشاتهما والإنفاق عليهما أو غير ذلك. وحقوق الوالدين من أكبر الكبائر وبرهما طريق إلى الجنة. qofka kale oo meel raay lamaad oo ku socda fasalka saddexaad hadii uu weerna qofkaasi waliba nagada doona waa Aamina Aadan Ali. وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن موضوعنا اليوم يتكلم عن بر الوالدين. الحمد لله رب العالمين الذي حضرنا من دار القرار وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن نشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الأساتذة والطلبة والمتفرجين العبادة بعد توحيد الله عز وجل بر الوالدين، ولذلك جعل الله عز وجل في الآية بعد ذكر العبادة الإحسان للوالدين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين عمل عظيم وضاعة عظيمة وباب واسع من باب الجنة. Thank you very much. qofka saddexaad barnaamijka socdaay haduuna ka bilaawno sii wadna fasalka shanaad ku socda waliba naga doonee Ibrahim hu Ibrahim Aadan Jimcaale. حقوق الوالدين هو كل فعل أو قول يؤذي به الوالدين من ولدهما، ويتمثل ذلك في الأجران أو الأصوات وأصيانهما وضربهما وعدة الأشكال أخرى من أنواع الآيات. أسباب حقوق الوالدين: الحقوق في اللغة من أقل وتعني شقا وقطع حقوق الوالدين. هذا بعض ما جاء في الحقوق وجسمه العظيم. حقوق الوالدين اتفق أهل العلم على أن حقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال إمام النبي جمع العلماء: حقوق الوالدين تحدثنا في الدنيا حتى بعد توبته. qofka kale haduuna sii wadna barnaamijkoona sii wadana oo ku socda fasalka saddexaad waliba nagada doona محمد حريت مستر محمد حريت سودوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا اسمي محمد حريت محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد موضوعنا اليوم تتكلم في بر الوالدين. إن الله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين قريب التوحيد في أكثر من آية، فمنها قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن فضائل بر الوالدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرنا بر الوالدين سبب لدخول الجنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والديك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهدوا. رواه البخاري ومسلم. يا ربنا يا ذا الكرم يا واهبا كل النعم
هذا أبي نعم الأب من أجلنا كم يتعب أم التي أحبها من مثلها في فضلها باركهما يا ربنا واحفظهما دوما لنا والسلام عليكم ورحمة الله ساسكا بدا إن شاء الله حدينا نقدم قفك أفراد أو كساد فصل كشنات قفك سيولي بوا مسز حولول إساق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومسز فردوسة مؤمن حسين. فردوسة سادو. أولا اسمي فردوسة مؤمن حسين. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن موضوعنا اليوم يتكلم عن بر الوالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد الافتتاح الوالدون أغلى ما نملك في الحياة لأنهم نورها وهم مئ الشمس المتلالات بالسماء ودونهم لا طعم ولا لون للحياة ولا يشعر فيها الفاقد لهما وهو يشعر بظلمة الدنيا. بر الوالدين وإحسان لهما بالقلب والقول والفعل والبر هو أفضل والخير والمعروف والباري والتاقي والصادق. وبر الوالدين يعني العناية بهما والقيام بمصالحهما ومصاحبتهما بالمعروف والرفق بهما. ولولا الوالدان لأصبحنا في ضياع فهم يملؤون الحب والأمانة والسند والاستقرار فهم يعضون دون أن ينظروا شيئا سوى الحب والضعف عليهم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Gedo Ibrahim. Sodo ya Sa'i Moral. Sodo Hanifa. أولا اسمي حنيفة جيدو إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده ليكون للعالمين نذيرا وليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأرسل رسوله إلى كافة الخلق ليبين للناس ما نزل إليه ويكون لهم سراجا منيرا. وأصلي وسلم على نبيه الهادي إلى صراط مستقيم. هذا اليوم أريد أن نتكلم موضوع عن ذم عقوق الوالدين. ما هو العقوق؟ والعقوق كل قول أو فعل أو إشارة يتأذى به الوالدين من أولادهما كضربهما أو شتمهما أو نهرهما أو رفع الصوت عليهما أو التعفف منها أو الأبوس في وجههما أو عدم القيام بشأنهما والإنفاق عليهما أو غير ذلك. وسلمان أحمد معلم. سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا اسمي سلمان أحمد معلم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الافتتاح موضوع اليوم تتكلم في بر الوالدين. فهو سبحانه وتعالى حرم الشرك وأمر بالإحسان ومقتضى ذلك أن يأمر بالتوحيد ويحرم العقوق وكان الشرك ملازما للعقوق والتوحيد قرين الإحسان ومن فسائل بر الوالدين أن الله سبحانه وتعالى قرن شكرهما بالشكر فقال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومسز رحمة عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمي رحمة عبد الله أبدي عبد الرحمن. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد تحية فإن مقاسمنا في هذا اليوم تتكلم ذم حقوق الوالدين. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالإحسان إلى الوالدين
والبر بهما وانهانا أن نقفهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله تعالى إلى البر الوالدين وانهانا أن نقفهما وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسمي مرسل عبد شيخ. الحمد لله الذي هدانا واختارنا واجتبانا ومن خلقه اصطفانا تفضلا منه وإماتنا وأنزل القرآن هدى وبيانا. نحمده تعالى وهو الذي بنعمته تتم الصالحات. أما بعد حديث معكم اليوم عن فصل البر الوالدين. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال صلى الله عليه وسلم عباد الله بروا آباؤكم تبركم آباؤكم واعفوا عن النساء الناس طيف نساؤكم واعلموا أن سخط الله في سخط الوالدين وإن رضاه لا يكون إلا إذا رضي عنكم آباؤكم ولا شيء يزيد في العمر ويبارك في الرزق مثل البر الوالدين وصلة الأرحام وعند الله آجالكم وأسماؤكم وقد أمرت بما أمرت به الأنبياء وما من نبي إلا وقد أمرت ببر الوالدين كما جاء ذلك في محكم الآيات. قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا. وأنا ولا عليهم وميل رأي مرتدين فليتفضل مشكورا ومأجورا. صور هذا أيه. عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وليبا سلامي داديها برنامجك إذا ما حسنت سلاس أوكل جرسورياش ترتنك معلمين معمول كسكولك سلاس أوكل أرضي ذو شرفت له وروضي لانك أرجع بمعنى جيك لانك معنا وقت ده إنك دم بيت أرضينا من أتوه جيك سفري أرجع أنت عت معنا دي أرضينا من نقدر هجى معنا قاف فيلم فري ذن أرضينا مذوا ولا أنا اللي كفانو كرو ولا لانك مركز يري ولا لانك كفانو كرو بيبقى مذا أرضينا مذو لانك markiis walbarado mayba walan baraday intiisu naftiisku jaahil bi jaahilnimana mayba wasiir dhanba walfaylama ilaahayna quraanjay bak sheegay mayba qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun dan ku walbarada iyo lan ku walbaran marnaba mijimaawan walbarashada boqol siin ka dhiirigeliye hiraabtay idaha ku tabti waqtiga aad wal qowdo fadi anta kooyt markada kalaas galon dhiilastaas may banagdaas waqti dhumis keenaydaas amanta waalidiinta wal weel fadi yo kaalmay fadiyo anta kooyt hadan tolan ka barantaas dhibaato keenaydaas waqtiga geeka ka haysada baram helo doonta lan weelba waqti ka soodo minid walba may bala ku jarahay amriga la ku jarahay marka may balan baahan inta ku faa'iideysto lan baani tartankan maana barnaamijkan geeka in kurid geeka ku qeyb gali taasna iyada farxad yeelana timay barajay arbaa walba may bay galay ku qeyb galay saan rajayay hadeen meel kala boor may rajay inta ku qeyb galay arday tartanka gaab quraan dareere macallimiinta iyo maamulka iskoolka iyo doonsiin ka dhiiri gali ardayda siin ka dhiiri gali lamada fasal geek tartamaan tartan joogin siday barnaamijka hadara ku hay boqol iidan dhiiri gali tan kalena siin kulma may baa magay may balare maxamed isa koonay waliba kama dheera koonay sidiisin bay hanin dhawaaytan boqol kama santiin una insha Allah hatuk baad garabkiina hatuk baad san garab taagdo hatana san garab taagno. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. qofka kale may baay antani maras hawlulisak حفظنجة آخر سنتيا ولا كجري أبصدي رونايتي منظر جا روناي خطأ ولا جري سازدرتي ما بهلاي أفرد بعض حنيفي جدو أنت أسبب في لاين شام رحمة عبد الله والنشا كجري أفر أنت اسمي كلام اسكدر درس ده لواتني شام قال سداد قفكو كوت أنت أسبب في لاين شام قفك لمات حفظنتس إيو خطأ جي ولا جري ما بهلاي أفر قفك سداد محمد تراد شنطب فيلاين شنغالي قفك كلات فردوس مومن شنغالي قفك كلات سلمان أحمد شنغالي قفك قدام باي مرسل عبد الشيخ شنغالي ميلمك
guulan meelan geek ma ay kratee mudun 29 iyo totojo iska nagadan saas dartiye laba dhagax haddii isku dhufto midun baa jabi lahaa sooma yaa jabay galaas 5 marka taasina walwing ma sida dhow ma balare guulo lama qof ma ku farxiyaa sidegdana geeka galaasadaada ku farxidi taasna may ka dhigantaa fasaleed yaryar hataa anti oonay fasaleed yaryar nafti anti geesiyaalka jaran yaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام كلي ولين ملأ وأنا كلا ديرا داري كنت روم ملأ كلي ولا ركساسة ما هذا مركب باللاوداس وركب باللاوداس هاي إلهي كوب شوي ما عندما داس إلهي كوب شوي لأنك والد دالي أو أنا يعني إن دولهم كوبان أوجه آمين سن توالد كبارن نوي ولا رأيه جناده ما يقدر جرت الليل لما ذا اللغات عادة دتوك جرت الليل ما عادة إيه أوكا بارن نوي عادة كانت ميديجو أوكا أنا كانت بيدو لما ذا بمكم بارم كرت ما so that means عادة هدي كانت يعني ميديجات أوجو عادة إنك كينات تيون هاي كيناتي حكبر باردي كيل عالدي نورلا نوركوك ساد نورتي عن كساس إسكوسي بدن يان كساس عادة ياوكا يهو مرك كي كان يان كسايان ما so نجدا إلهي نديك هرتهاني أو عادي أو شو بارن أو نجدا يا تسمع عادي أو شو هاني بارن نجدا إلهي نديك أميرة يا عادي أو كم بارن نجدا لما أنت لكن يصير ويقول بفضاسنا إني أو نه دلدلان يعني إلهي سنسي يا رجال سما in that case markum hadii geeg aada yaa ka baarin inagana baro ogow inaad naga doonto inaad helo doonto unug saad aasan ay tisku si badan oo nahay aasan inaad helo doonto soo hagabgabeeye waliba ka gabgabeeye ilaahay ni wala haani aadiyo iyo aawsho baaran nagaday mustaqbal shoon hormar deeray geeg ardaytin ubaha dalkeetin ubaha bulshadeetin ubaha walibeetina yani mujtamaaga ubaha walibeetina mustaqbalkeetin ilaali ubaha geysin geeg haystan that means dad badan yaa aan helna nolol dhabteen waliba oga xaqiiqada dareensana dadku wal baradi ama sahayn wal barado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي مهدى مينتن كما هنغي كو معلمينتا إيو نامي كلام ما هنغي مرسد هنباوتي لما بير جيك نتلي الروغان ما هنغي ما كلام ما هنغي أردايد سكول كان ما هنغي ما كلام سيم ما هنغي لما فصل وانهي ترتن قربان هجيرين فصل سيد هذه وانهي فصل شنات نسن لها إذا اندادا ما شاء الله الوقت قد أمادي هنقول بيم سنك داهيو مسين شاقايه تحتن ميدمن 4 كلمة هو بلا 4 كلاس من سين شاقانا وانا أران كلا جرت أنا سين شاقا سين كوي بلا